معلش بقى غبت عنكم بقى الفترة اللي فاتت دي كلها. سامحوني. طبعا انتوا عرفتوا كنت الفترة اللي فاتت كنت تعبان. رحت الماتش. الزمالك طبعا كسب الحمد لله. كمان الاهلي واقع الفترة دي وقع وحشة قوي. الخطيب عنده مشاكل، مش عارف ايه اللي حصل له. في كلام ان هو ممكن اخر فترة دي في الاهلي. صلاح طبعا زعلنا قوي، خلاص اخر موسم ليه مع ليفربول، ودع اللعيبه وخلاص هيمشي. في كام حاجه حصلت كده في خلال الفتره اللي فاتت لما كنت تعبان. وان انا بقالي كتير ما عملتش فيديو اللي هو بتكلم فيه يعني بتكلم بيه استرياح بقى خلاص. عادي، انا كنت دايما بطلع بعد الماتش بكلمكم عن الماتش وخلاص. النهارده بقى قلت ارجع تاني اعمل لكم فيديوهات. في التوقف الدولي كده اللي احنا قاعدين فيه اللي هو الملل. الواحد قاعد في ملل رهيب. كل واحد فينا قاعد في ملل، كان نفسه يبقى في ماتش ولا حاجه يتفرج عليها يسلي نفسه فيها. لكن خلاص بقى لما عقبال ما يرجع بقى من التوقف الدولي. طبعا الست ماتشات الجايين بتوع الزمالك في الدوري صعبين ومحتاجين تركيز رهيب. واللي انا بتمناه ان الاداره تعمل مكافآت، تحفيز للعيبه في خلال الست ماتشات الجايين دول. وكمان في ماتشين قدام شباب بلوزداد اوعى تنسوهم، دول صعبين برضو، محتاجين برضك نركز فيهم. لان الزمالك الفتره اللي فاتت داخل في ماتشات كؤوس، ماتشات لا الاستهانه بها تماما. ماتشات صعبه جدا ومحتاجه تركيز كامل وتركيز بطريقه رهيبه، لان عايزه خبره وعايزه كمان اداء جوه الملعب علشان خاطر نركز. النهارده كمان بالصدفه كده كنت في الشيخ زايد. قابلت كابتن احمد عفيفي. كابتن محترم جدا جدا والله. قابلته واتصورت معاه وراجل في قمه الادب والاخلاق. طيب طبعا كلمت بقى المره اللي فاتت على ان الزمالك محتاج ان هو يركز على الدخل المالي. واللي انا اتكلمت فيه ان الزمالك عنده مشكله الارض، وده اللي انا اتكلمت فيه في اخر فيديو، في لما بتكلم باريحيه وخلاص بقى مفيش ماتشات. طيب المشكله بقى اللي حصلت الاخيره ان الزمالك عنده الارض بتاعه اكتوبر اتسحبت خلاص، اتسحبت. ودلوقتي محتاجين نشوف بقى هنعمل ايه في موضوع الارض. ايقاف قيد ال 14 وصل النهارده، محتاجين فلوس نفك القيد. 14 قضيه على الزمالك كتيره جدا جدا. كده وصلوا المبلغ ممكن 4 مليون يورو، فمبلغ كبير جدا يعني بصراحة مبلغ رهيب. مش عارف الزمالك ازاي هيوفر المبلغ ده الا في حالة بقى لو كسبنا الكونفدرالية وفي بقى شوية بقى رجال اعمال مولوا شوية، فممكن الحتة دي تكون هتساعد يعني شوية. بصراحة الكونفدرالية مهمة جدا ان انت تاخدها، فيها مبالغ كويسة قوي. فيها كمان السنة الجاية ان شاء الله ان شاء الله نصعد دوري ابطال افريقيا، وهيبقى في اعلانات كويسة قوي قوي قوي. وفي حاجة بقى احنا نسيناها ونسيت اكلمكم عليها. احنا للاسف ما بقاش عندنا لعيبه تأدي في منتخب مصر. ازاي؟ معنى الكلام ده ايه يا معلم؟ الزمالك والاهلي من الانديه اللي ما بقتش تستعمل الناشئين، اللي هي اساس الكوره. الناشئين هي اساس الكوره. تفوق منتخب اسبانيا بالشباب، منتخب فرنسا لما خد كاس العالم 2018 بالشباب. فالزمالك والاهلي، وما اقول يا عم بلاش زمالك واهلي اركنهم على جنب، يعني بقيه الانديه يعني تركز على صعود الناشئين. الزمالك والاهلي لما كنا زمان كنا مثلا كان حد ولا عيل مثلا يبقى رايح اختبارات يقول لك ابعد يا باشا عن الزمالك والاهلي، ركز يابا في انديه ايه، انديه تانية. كان يقول لك مين يعني؟ دلوقتي قلنا زد مثلا هو اللي من دول، يقول لك دجله، يقول لك بقى انبي. الانديه دي بتهتم بالناشئين وبتصعد للفريق الاول دايما يعني. فللاسف الزمالك والاهلي ما بقوش يستوعبوا الحته دي، بالرغم ان الزمالك دايما الناشئين بتاعته هي اللي بتلحقه. لو تفتكروا الموسمين بتوع الدوري، لما الزمالك خد الدوري في خلال موسمين متواصلين كان بالناشئين. طيب حسام عبد المجيد بالناشئين، محمد ابراهيم بالناشئين، محمد السيد بالناشئين، فتوح ناشئين. لو ذكرت لك مش هنخلص، لعيبه كتيره جدا جدا بتلعب دلوقتي حاليا جايه من ابناء نادي الزمالك ومن الناشئين. فالتركيز كله المفروض يبقى في الناشئين، يبقى في الناشئين. الاهلي افتقد الحته دي. كان الاهلي زمان كان الجيل الذهبي بتاعه يعتبر خده كله، يعتبر من الترسانة ومن الاسماعيلي يعتبر. لكن حاليا بسبب عدم توفر لعيبه مميزه في الدوري المصري خلي الاهلي يشوف بقى لاعب مشي من الزمالك، مشي بسبب فلوس، يبص له على لاعب من الوكلاء على لاعبين من بره، يلقط رزقه معنى الكلمه.
لكن الاهلي لو بص في الناشئين اكيد هيطلع، اكيد يعني قطاع الناشئين بتاعك كله مش ميت، اكيد. واكيد مصر كلها لو جيت بصيت فيها هتلاقي فيها مواهب كتيره. للاسف احنا بقينا نشوف الكوره في مصر بعيده جدا جدا مؤخرا، بقينا ما بنشوفش حاجه قويه. ويقول لك لازم أن يكون الحارس ما يبقاش اجنبي عشان ده بيحفز، ومفروض بقى ان احنا نطلع حراس مصريين كويسين. للاسف انت عندك حراس المرمى ضايع. طب تاخد يا مان حارسين من فريق واحد في منتخب مصر، محمد الشناوي ومصطفى شوبير. للدرجه دي ما عندكش حراس مرمى في الدوري كله؟ وفي الباكات كمان ساعات بناخد سيرد باك نحطه باك علشان خاطر ما عندكش باكات في مصر كلها. للدرجات دي منتخب مصر ما فيهوش باكات؟ او في مصر كلها، في الدوري المصري والدوري من القسم الثاني والثالث مفيش. ف... فده اللي انا مستغرب له جدا جدا، وحبيت ان انا اتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي عشان خاطر كان مضايقني جدا، وناس كتيره كمان اتكلمت معايا في الموضوع ده، وحبيت ان انا اطلع اتكلم فيه النهارده. فالموضوع ده المفروض يا ريت يعني يا ريت نركز فيه شويه. مسؤولي الاهلي يركزوا في الناشئين، تصعيد الناشئين في التدريجيه. يا عم بلاش يا عم تحطه في ماتشات قويه قوي مثلا في ضغوطات، يا عم حطه في ماتشات سهله، كاس رابطه، كاس مصر. طب انا ما انت ما بتهتمش بكاس مصر قوي الفتره اللي فاتت، لعبهم في الماتشات دي، اديهم روح، خلي الجمهور يحفزهم ويشجعهم. اللعيبه تاخد حساسيه الماتشات الرسميه. اللعيبه دي ممكن تطلع منها كام لاعب كويس قوي، وده اللي انا بقول عليه دايما. والزمالك كذلك حصل خلال الفتره اللي فاتت بالشكل ده. اتمنى اني يكون ما كنتش طولت عليكم شويه، مع اني طولت قوي يعني، لكن اشكركم وحبيت اتكلم، معلش على ان انا طولت معاكم. يلا مع السلامه، واشكركم في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات تعجبكم. سامحوني بقى ان انا ما بطلعش كتير معاكم. مع السلامه. سلام.